موضوع جديد مهم جدا 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 يا صديقي العزيز. بداية نصلي على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. صديقي العزيز، بعد أهلا ومرحبا بكم. تصريح خطير من وزير الشباب والرياضة يفاجئ به النادي الأهلي ويصدم الجميع ويوقع رسالة نارية ويصفع. بص، يعني الراجل ده مرمط الدنيا من الآخر، عشان ما اقعدش أديك في مقدمات كتير. أشرف صبحي عاد من الموت. أشرف صبحي أتى برسالة على لسان رئيس الجمهورية. أشرف صبحي عاد عادل وعاد عادل وعاد عدول لينتقم. بص يا باشا، وزير الشباب والرياضة بعد ما كان عايز يعيد المباراة، تخيل طالع يقول ايه؟ طالع يطلب من النادي الاهلي اقبح واقذر وابشع طلب ممكن اي مسؤول في العالم انه يطلبه. يعني المفروض وانت بتطلب طلب زي ده تكون متذلل ورأسك ارضا، ويعني كلمة متذلل دي قليلة. لما تيجي تطلب مني العفو الكامل انت بجد بتبقى بتستعبط. اعلى باللايك وصلي على الحبيب قلبك يطيب. وزير الشباب والرياضة قال لك ايه؟ قال القناة الاولى النهاردة صباحا كمان، قال اولا انا سعيت بكل ما تعني الكلمة من معاني للتوسط لحل من اجل أن نسيطر على كم الخسائر الباهظة التي قد نصل إليها إذا تم إلغاء المباراة بشكل رسمي. يا عم ده الماتش اتلغى امبارح. قال لك اصبر بس، انا جاي لك في الكلام اهو، اعلى بس انت بالله يا ابو الصحابه واكمل لك تصريحات اشرف صبحي. اتلغى مين؟ اتلغى مين؟ دول ولاد حرام. قال اتلغى، دول انيل من اليهود. اضرب الله وصلي على الحبيب قلبك يطيب. وزير الشباب والرياضة قال في قوانين بتسمح لنادي الزمالك انه يعاد المباراة بشأنه، وبدل ما يتجه للفيفا وياخد له كام شهر ويرجع بعد كده يعيد الماتش، احنا توصلنا لحل ودي مع رابطة الأندية ومع اتحاد الكرة ومع المسؤولين الذي تدخلوا في هذه المشكلة، بأن بدل ما نصعد الأمور للفيفا من أجل أن تعاد المباراة، احنا كلنا مع بعضينا نتحد وناخد قرار نهائي، وبناء على القرار اللي احنا هناخده ده نبدأ نمشي. اللايك يا ابو الصحاب، ابو الصحاب بالله عليك اضرب اللايك وصلي على الحبيب قلبك كتير. مش عايز اقول لك بقى على اللايك كل شويه، مش هتخسر اي حاجه لو دوست لايك. تعال بقى نكمل تصريحنا. وزير الشباب والرياضه كمل بعد الكلمتين دول وقال ايه؟ محمود الخطيب ما عندوش مشكله في اعاده المباراه، والنادي الأهلي ليس معترضا على أن تعاد المباراة، ولكن بشرط أن تلعب خلال اليومين الحاليين. وده ما واجهنا رفض تام ورفض شديد جدا من نادي الزمالك، ولأسباب بصراحة أنا لما عرفتها حبيت أتحفظ عليها لشخصي دون طرحها في وسائل الإعلام. حقك يا وزير، امال مين اللي هيدرع على العروسة؟ امها ايه؟ لا بالله وصلى على الحبيب قلبك يطيب. كمل اشرف صبحي وقال نادي الزمالك كده كده يقدر يعيد الماتش بتاعه قانونا، واتجاهات للفيفا وتصعيدات دولية ومشاكل عالمية والبورصة المصرية والحاجات الجميلة دي كلها، وفي الاخر هيعيد المباراة بتاعته. فاحنا بعد اتفاق ومشاورات قلنا ايه رأيكم لو نأجل الماتش لنهاية الموسم، وحتى بالمرة يبقى نقفل الموسم قفلة حلوة. يعني ايه يا معالي الوزير نقفل الموسم قفلة حلوة؟ ما نحط عليه سكر ونقفله قفلة حلوة احسن من ماتش الزمالك. قال لك قفلة ماتش الزمالك للموسم هتديه تشويقا وإثارة ورونقا وبريقا وكلام كبير جدا وجميل جدا. وبعدين يا عم أشرف قال لك وبعدين أنا عامل على مصلحة الرياضة المصرية، أنا عامل على مصلحة النادي الأهلي أكتر من نادي الزمالك، لأن النادي الأهلي سيتضرر إعلاميا في حقوق البث وفي حقوق الرعاة الرسميين وفي حقوق التكلفة التحكيمية وفي حقوق المرتبات أكتر من الزمالك 100 مرة. السلام عليكم، أنت نبيه وراسي. طب ويا أولاد الجزمة مدام عارفين إن الأهلي هيتضرر في حوالي 100 مليون جنيه، بتعملوا كده ليه؟
قال لك القرار أتى مسرعا في حالة من التسرع وحالة من الغضب. الزمالك تسرع في اتخاذ القرار، ورابطة الأندية ما أدركتش إنها العقل المدبر للأمور، وردت قانونيا بشكل قانوني أكتر من إنه بشكل ودي. تخيل بقى لما وزير يطلع يقول لك أنا مش عايزك تتعامل بالقانون، أنا عايزك تتعامل بالحب 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 بالحب. اعلى باللايك وصلى على الرسول في حب وزيارته تنول، صلى على الحبيب قلبك يطيب واضرب اللايك الجميل. أشرف صبحي كمل وقال أنا ما طلبتش من أي مسؤول عينته في أي جهة أن يتعامل قانونا مع أي نادي، لأن كلنا عارفين أن القانون صعب وشديد وحاسم، ومن يتعاملوا بالقانون اليوم وهم سعداء غدا يحزنون ويقولوا بلاش تعاملونا بالقانون وعاملونا بروح القانون. عشان كده أنا الأستاذ أحمد دياب وسيادة النائب أحمد دياب كنت أؤكد عليه كل يوم. اللايك يا رجالة، اعلى باللايك وصلى على الحبيب قلبك كتيب. ده في معانا ناس كتيرة في اللايف مفيش لايكات خالص، ليه كده؟ اعلى باللايك وصلى على الحبيب بالصحاب. كمل كلام الدكتور أشرف وقال أنا لذلك كنت أؤكد على النائب أحمد دياب على أن لا يتعامل مع أي نادي من الأندية في أي دوري بقانون الكامل. يا نهار اسود على ده وزير. ده وزير ايه ده؟ ده وزير ايه ده؟ ده وزير الفضايح. قال لك وكمل وقال وكنت اشدد عليه اكتر من مرة انه ما يستخدمش التلويش باللوائح والقوانين، يعني ما تهددش ولا تتعامل بالقانون. قال لا امال عاملين القانون ليه؟ ما هو ما دام مش هنستخدمه، مش هنعترض عليه، مش هنقاوح عليه، مش هنتكلم فيه، طب عاملينه ليه؟ لا بجد والله عاملينه ليه؟ يعني ما هو سبب انشائكم لقانون لن يتم استخدامه؟ قال لك واحنا وصلنا لمرحلة صعبة، ولولا العند لكان زمان الماتش اتلعب والدنيا بقت جميلة. ايوه ايوه ايوه، خش بقى في المفيد واعلى باللايك وصلى على الحبيب قلبك يطيب. قال لك بعد كده ايه؟ انا مش معترض على ان تعاد المباراة ولكن ولا الاهلي، ولكن الزمالك مصمم ان تلعب نهاية الموسم، نظرا الى ان النادي وعد الجمهور انه مش هيلعب الماتش، فلما نيجي لنهاية الموسم هنلعب وهنقنع الجمهور ساعتها ان في اسباب ومبررات لخوض المباراة نهاية الموسم. طيب وبالنسبة للقانون قال لك احنا مش عايزين نتعامل بالقانون بين الاهلي والزمالك، نظرا لان الزمالك موقفه صعب ومش حمل اي غرامات او خصومات او اي مشاكل. يا حول الله يا رب، طب انا مالي؟ يعني هو طالع عين امه، انا مالي؟ هو انا اللي رحت قلت له الغي الماتش يا حنفي؟ هو انا اللي رحت قلت له قول ظروفي بتيجي اثنين وخميس فمش هلعب في بين الاسبوع؟ مش انا يا عم، الحمد لله انا ما عنديش ظروف ولا النادي بتاعي عنده ظروف، الحمد لله يا رب، فضل ونعمة من عند ربنا ان احنا بنشجع نادي ما عندوش ظروف، الحمد لله. انما هو اللي راح قال انا الظروف بتيجي عليا والدنيا بتبقى صعبة عندي فمش هقدر العب انا والبنات بتوعي. طب انا ذنبي ايه بقى؟ انا دوري ايه؟ قال لك خلاص تعالوا نقعد تاني ونتفق نلعب الماتش نهاية الموسم. ايه يا سيكا انت ده؟ ايه ده؟ انت عينوك وزير بصفتك ايه؟ ده بجد يعني انت كأشرف صبحي بعد ما قلت البقين دول انت ما السبب انك تبقى وزير؟ عشان ما ضربش اللايك يضرب اللايك يا رجاله. ما السبب ان اشرف صبحي يبقى وزير عشانه؟ ولا هو جميل ولا ذكي ولا بيفهم ولا بتاع قانون ولا ذكر هيقدر يمشي قانونه وكلامه على الكل. ده عايز يمشيها بالسيكة بالحب بالبوس الكتير، بوس ايد بوس دماغ بوس ودن. اشرف صبحي طلع بكل حقارة بيقول للدنيا كلها ممكن نلعب الماتش بس في نهاية الموسم، في نهاية الموسم بس هنلعب الماتش، يعني لو مش مزعلكم في حاجة. لا يعني احنا جبنا اقصى موافقة من نادي الزمالك وحياة ربنا احنا ضغطنا عليهم جامد جدا،
حياة ربنا احنا ضغطنا عليهم جامد جدا عشان يجيبوا لنا موافقة ان احنا نلعب نهاية الموسم. حرام، نعمل ايه تاني معاهم؟ عادي يا جماعة، الناس مش مستعدة دلوقتي وقانونا يسمح لهم بده. والله يا اشرف صبحي، يعني وانا بقرا التصريحات كده، انا لولا احترامي للناس دي لكنت عملت لك حركه بمناخيري توديك في 60 داهيه. حرام حرام نضغط على الناس، خلاص هيلعبوا اخر الموسم وده قرار نهائي، واحنا مش عايزين نستخدم القانون في كل الاحوال، لان القانون دايما بيدمر ما يتبقى على سطح الارض. قانون ايه ده اللي بيدمر ما يتبقى على سطح الارض؟ قانون ايه ده يا معلم؟ قال لك قانون ساكسونيا بيقول ان لو في نادي طالع عين امه وما فيهوش نفس، ما تروحش انت تعاقبه تاني اكتر ما هو تعاقب. طب انا مال امي، ده انا هخسر 100 مليون بسبب حمار مش عارف هو بيقول ايه. قال لك ماشي، بس يعني على الاقل خالص اديله فرصه تانيه. اديله فرصه تانيه ايه يا حاج؟ ايه يا وزير؟ ما تسترجل يا وزير، ما تسترجل يا وزير بجد. اديله فرصه تاني ليه تاني؟ هو احنا بنلعب يا ابني مع بعض، ده انا عندي بعد بكره ماتش خلاص. قال لك انا حاولت بكل ما تعني الكلمه من معاني، يشهد ربنا انا تدخلت وتحملت ما لم يتحمله بشر. ايوه، ما انا عارف ان هي الظروف دي لما بتجيلكم بتبقى صعبه شويه على اللي زي حالكم يعني. قال لك وتحملت ما لم يتحمله بشر. اعلى بالله يصلي على الحبيب قلبك يطيب، عشان خاطر الماتش ما يتمش الغائه والجميع يخسر امواله وبطولاته وطاقته النفسيه والبدنيه. ولكن خلاص الزمالك مصمم، يا اما الماتش يتلعب اخر الموسم يا اما ما يتلعبش. طب والزمالك اللي مصمم ده، انت كوزير دورك ايه؟ قالك انا ما اقدرش اتدخل عشان خاطر ده مخالف قانونا. قال امال اللي انت بتعمله ده كله ايه؟ قالك ده اسمه وساطة لحل المشكلات يا فندم. احنا بنتوسط عشان نحل الازمة مش عشان نعمل ازمة. ما شاء الله، وعندنا استعداد نتوسط لحل الازمة ولكن ليس لتصعيد الازمة. الله اكبر عليك وعلى امك. بس لو الزمالك فضل بهذا الوضع والاهلي فضل بيكابر بهذه الطريقة، مستحيل الازمة تتحل ما بينهم. الله يا راجل، لا 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 لا، اعلى بالله يصلي على الحبيب قلبك كتيبة بالصحاب. يعني انت كأشرف صبحي دخلت مش قادر تاخد قرار، ده رقم واحد. رقم اتنين، اهنت موقف الوزارة في انها تدخل في مشاكل هي المفروض كوزارة اكبر منها. رقم ثلاثة، انت اخترقت القانون بتدخلك الوزاري لحل مثل هذه المشكلات بتدخل سياسي، وده كفيل انه يوقف النشاط. رقم أربعة، ما قضتش مصلحة. يعني انت بعد كل اللي انت عملته ده وما قضيتش مصلحة، بعد كل اللي انت عملته ده وما جبتش حاجة جديدة، من الاخر وانا اسف ما جبتش فايدة. لو كنت بعت عيل من ولاد عمي كان خلص الموضوع ده عنك. والله لو كنت بعت العمدة بتاع بلدنا لكان خلص الموضوع ده عنك. لو كنت بعت راجل من الرجالة الكبيرة كان قاعد كده وجاب ترابيزة وقول ياض اللي عندك وقول ياض اللي عندك، الماتش يتلعب النهارده مش يتلعب النهارده، الزمالك يدفع الخسائر، حلال عليك ال3 نقط وفلوسك توصلك لحد عندك يا عم الخطيب. دي اصول القانون واصول العرب واصول الحق واصول المنطق واصول العقل. اللي مش بالاصول يطلع يقول لك ايه، ظروفي القهريه منعتني ان انا اجي الماتش. ممكن، بس انا اعتذر ان انا هلعب، مش هلعب بس مش منسحب. ايوه، ما اصل انا لو ما طلعتلكش كده كل شويه قلت لك بخ هلعب الماتش ابقى انا بستعبط. وحسين لبيب كان متخيل ان رابطه الانديه مش هتقدر تاخد قرار لان هو محمي في وزيرين، فقال مستحيل يتخصم مني ال3 نقط بتوعي
لقيت 3 نقط بالفعل اتخصموا. قال لك مستحيل يتخصم مني نهايه الموسم 3 نقط. ليه؟ الزمالك مكتوب عليه بونص بسالب 3 نقط نهايه الموسم. قال لك مستحيل يطلبوا مني فلوس الحكام. قال لك الزمالك مطالب بسد فلوس الحكام وسد التعويض عن الخسائر المالي للنادي الاهلي بقيمه 100 مليون جنيه. فقال لك طب ما احاول بقى حنكش يمكن ارجع العبها او اخليها لاخر الموسم. طب خليتها لاخر الموسم. طب الاهلي مش موافق، ولا الرابطه موافقه، ولا اتحاد الكره موافق، ولا انا موافق، ولا ابو الصحاب اللي بيسمعني موافق، ولا حتى جمهور الزمالك موافق، ولا اي حد في الكوكب موافق ان الماتش يتلعب نهايه الموسم. مفيش حد هيوافق ابدا ان المباراه تتلعب نهايه الموسم. ليه؟ هلعبك نهايه الموسم ليه؟ ايه المبرر اللي يخليني العبك نهايه الموسم؟ تكون الظروف طب ما انت ممكن تيجي نهايه الموسم، انا اسف يعني يا ابو الصحاب، بس ممكن تيجي نهايه الموسم وتيجي لك الظروف وقتها برضه، ساعتها نعمل ايه؟ استنى بقى لما تخلص ال3-4 ايام بتوعك، ولا استنى ايه؟ ما انا مش فاهم برضه. مش وارد اجيله ظروف نهايه الموسم زي ما جات له ظروف في منتصف الموسم؟ وارد جدا. ايه على بالله وصلى على الحبيب قلبك يطيب. طب ما دام وارد جدا تجيله ظروف، طب استناك ليه بقى؟ وبعدين ياض هو انا تحت امر اشاره منك انت وشويه الوزراء اللي مالهمش 30 لازمه في البلد دول؟ هو انا تحت امر من سيادتكم ولا ايه؟ ما تحترم نفسك ياض انت وهو. يالا احترموا نفسكم يا ايها الوزراء الاغبياء الحمقى. احترموا نفسكم، لان اللي ما بيحترمش نفسه في البلد دي الاهلي بيديله بالجزمه وبالقانون. والوزير الهايف اللي طالع يقول لك انا بقول لهم ما تستخدموش القانون، انت وزير عره. بلاش اقول لك الكلمه الاتقل من عره. انت وزير حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اختارك تبقى وزير. ونناشد رئيس الجمهوريه بان يغير اشرف صبحي في اسرع وقت ممكن، لان ده كده اتعبط بالكلمتين اللي قالهم. ماذا تعني ان انا اطلع اقول مش عايز حد يستخدم القانون؟ بالحب كله يمشي. احنا واقفين في موقف بنبيع على فرشه. ايه نقلت مقر الوزاره من العاصمه الاداريه الجديده خليته في العتبه بالحب مش بالقانون؟ والله تنفع تتكتب على التكاتك. مقوله وزير يوما من الايام: الدنيا بتمشي بالحب مش بالقانون. تحيا مصر واضرب في 3 وكمل بقى القشاش اللي ما بيفضاش. ده وزير؟ دي تصريحات وزير؟ دي تصريحات واحد مخبول في دماغه طالع ضارب السيجارتين الرايقين وطالع يتنطط على الشعب. مش عارف هو اصلا التكييف عمل نسمة هواء اتسطل بيها فما بقاش عارف هو بيقول ايه. مفيش انسان عاقل يطلع امام العالم كله يقول مشوها بالحب مش بالقانون. مفيش اشرف صبحي يبقى مفيش فساد في مصر. ونتمنى من رئيس الجمهورية سيادة الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية، يعني نظرا لكل هذه الخرابات والهبابات اللي بقت نازلة على دماغ الشعب المصري، يا ريت فضلا وليس امرا تحاول تغور لنا اشرف صبحي بدل ما نبعته لك احنا في كفنه. والله لان هو كده عبط بالكلام على الاخر. هو كده اتجن فعلا، رسمي فهمي نظمي. ده كلام واحد يمكن اقل ما يقال عنه انه مش مستوعب هو قال ايه ولا مدرك لقيمة ما قاله. فرجاء من سيادة رئيس الجمهورية غور امه، ويا سلام بقى لو تغور 2 3 كمان معاه. يعني نظف كده يا ريس، عشان الدنيا بدأت ايه تسود والشعب بدأ عينه تفتح عليك. وخلي بالك عشان انا خايف لليومين الجايين نلاقيك انت كمان بتتعامل بالحب مش بالقانون. النادي الاهلي اصر على موقفه النهائي، قال انا موافق العب النهارده. طيب ما جاتش الموافقه النهارده، خلاص انا قانونا 100 مش هلعب الماتش، وخدت ال3 نقط. ورابطه الانديه بعد ما دخلت في خناقه استرجلت وقالت وانا اديت للاهلي ال3 نقط قانونا، ده حقه. الاعتذار احدى انواع الانسحاب وفقا لماده 49.
طبعا هو بيقول المواد اللي على مزاجه، بس المواد الحقيقية التي تكمل النصوص واللوائح والقوانين بينسوها، فاحنا فكرناهم بيها. الاعتذار يعتمد كونه إحدى أنواع الانسحاب. مش هطول عليك يا ابو الصحاب، لان دي كده كل التفاصيل اللي معانا. اما نشوف بقى روح القانون وروح اشرف صبحي هيعملوا ايه، ولو في اي جديد ان شاء الله نطلع نبلغكم بيه مجددا. تشرفت بالجميع، فضلا وليس امرا تدعمنا باللايك بالاشتراك في القناه، شاركنا برايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.